السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله النهارده عندنا حاجة جميلة جدا 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 وهتهم ناس كتير قوي ومن اهمهم الرجالة. هتهم الرجالة في ايه؟ القرع العسل. القرع العسل دوت فيه حاجات جميلة جدا 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 للراجل اللي هو عنده التهابات في المثانة. ان شاء الله اوريكم القرع العسل نعمله ازاي، وهننضفها مع بعضينا وهنقطعها ونعملها، وهوريكم الطريقه اللي ممكن تعمليها بيها. طريقه سهله جدا مش هتتعبك في اي حاجه. تابعوني في الحلقه وهتشوفين وانا بنضفها وبقطعها. هي كده نصين، بتقطعي اللي فيها وتشيلي اللي فيها دوت بيترمى. الحاجات دي بتترمى اهي. تنضفيها. بعد ما تنضفيها هوريك دلوقتي تعملي فيها ايه. بعد ما نضفناها وقطعناها، هي كانت كده اهي. اخدناها شلنا اللب اللي جوه منها ونضفناها وقطعناها مكعبات او مربعات كده. هنحط ده اللي احنا قطعناه دوت في حله، وهتتابعوني خطوه خطوه عشان تعرفوا تتعمل ازاي. في معلومه ان شاء الله اقولها لكم حلوه هتعجبكم وهتنفعكم ان شاء الله. لما تيجي تشتري القرع العسل تشتري القشره بتاعته غامقه عشان بيبقى طعم مستوي من جوه وطعمه حلو. هو طعمه بيبقى حلو لما انت تسلقيه كده، هو ملوش اي طعم وهو مقطع كده من غير سلق، ملوش اي طعم. بتحطيه في الحله وتحطي عليه شويه سكر لو عايزاه حلو. مش عايزاه تستخدميه في حاجه حلوه بتحطيه بميه بس، شويه ميه صغيرين خالص. هو بينزل ميه وبيتسلق في ميته، بس شويه الميه دول عشان هو ما يتلسعش منك او يتحرق. ولازم القشره بتاعته تبقى غامقه من بره زي ما انت شايفه كده. القشره ديت لازم تبقى غامقه. لما تبقى غامقه بتبقى من جوه مستويه ونضيفه وحلوه، وطعمها حلو برضو. لما بتتسلق بتبقى طعمها جميل. هو شكله شكل البطاطا او شكل المانجا القطع، بس هو ناشف جدا، مش طري اهو، ناشف قوي اهو. لما بيتحط في الميه بيسيح، بيبقى عامل زي المهلبيه. بتستخدميه ازاي بقى بعد ما بتسلقيه؟ هوريكم دلوقتي خطوه خطوه. قطعنا قرع العسل حطيناه في الحله دلوقتي بعد ما غسلناه كويس عشان لو في اي حاجه رواسب او اي حاجه من ايديكي وانت بتقطعي يبقى الحاجه نظيفه. بتحطيه في الحله، تحطي عليه سكر لو انت عايزاه حلو، لو مش عايزاه حلو بتحطي عليه نقطه ميه صغيره لان هو بينزل ميه. وبتسيبيه يتسلق على البوتاجاز، يتسلق انت او تحطي ايدك كده عليها او تجسي الحته بالسكينه هتلاقيها استوت. خلاص كده هو استوى. بتسيبيه يبرد وتعبيه في اكياس لو عايزه تشيليه في الفريزر. لو مش عايزه تشيليه في الفريزر ممكن تعمليه مهلبيه، ممكن تعمليه عصير. كل دوت حاجات حلوه بتتشرب، وممكن ابنك او بنتك او انت تاكليه، او حلو قوي يعني في الاكل. تعمليه مهلبيه بقى بمكسرات باي حاجه انت عايزاها. بتعمليه عصير طبعا بيشرب زي المانجا، بس هو مش طعم مانجا، هو طعمه طعم قرع عسل. وقرع العسل دوت قصته ان هو ايه، سيدنا يونس لما طلع من بطن الحوت وانبتنا عليه شجرة من يقطين. هي دي اليقطين، هو ده اليقطين. قرع العسل هو اليقطين. وان شاء الله تعمليه وهتتبسطي لما تاكليه، ولما تحسي بالفرق لما ان شاء الله التهاب في المثانه دوت يخف، هتحسي ان الحاجه دي بقت كويسه، او مش هتقطعيه من بيتك ابدا. قرع العسل حلو ومفيد، وجربيه وان شاء الله مش تندمي لو جربتيه. وباذن الله يعجبكم الفيديو وتدعوا لي ان شاء الله. وحابه كده هنسلقها وهوريكم بعد ما سلقناها هنعمله فيها ايه. العسل بعد ما خلص عملناه مهلبيه وحطيناه في اطباق. ان شاء الله يعجبكم الطريقه باذن الله، ومتنسونيش في الاشتراك في القناه بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده.